بصوا يا جماعه، تعالوا نجرب ايه احسن مكان بيعمل فرايد تشيكن في القاهره، وده الجزء الاول. كان فيها كدمات قبل ما تستوي، والصلاحيه بتاعته 3 ايام من تاريخ تصنيعه. ده بايظ. تعالوا كده نشوف. فاحنا بقى يعتبر هنطلب من 5 اماكن مختلفه باسعار كمان مختلفه، ونشوف بقى ايه اكتر مكان في ال5 دول هيعجبنا. كده شكل العيش هو بس سكه طبقه الجلد اللي هي معموله بدون هو شيدر، هو مفيش طعم شيدر ابدا. هنقارن بقى بين الحجم والاوردر قاعده قد ايه، طبعا السعر والكواليتي، وهنوحد الاوردر في ايه في ال5 اماكن، يبقى ايه متنوع، بحيث ان احنا نجيب اوردر يكفي فرد واحد. يعني ايه، هنحاول نجيب الاوردر اللي بيبقى فيه 3 حاجات مع بعض دول، نشوف ايه اكتر مكان في ال5 هيعجبنا وهرشحهم لكم. يعني شوف بقى الدنيا عامله ازاي، وتعالوا نبدا. احنا اول مكان، وهو جه حرفيا في وقت قصير جدا ووقت سريع جدا، وهو فايف روسترز. المكان ده وصل في وقت تاريخي وصل في حوالي 10 دقايق. يعني حرفيا احنا طلبنا الاوردر من هنا بالظبط 10 دقايق. احنا كنا بنتوضى عشان نصلي، عقبال ما اتوضينا كان الجرس بيرن، الاوردر وصل. الاوردر وصل منين؟ طب انتوا ايه السرعه دي؟ انا مش فاهم. فتعالوا كده نشوف الدنيا فيه عامله ازاي. ده كده شكل الاوردر، فايف روسترز، وبيكتب لك بقى ايه اجمد فرايد تشيكن وحركات. مش عارف يظهر لك ولا لا، بس هنا كاتب لك اجمد فرايد تشيكن ومش عارف ايه، وظاهر لك بقى الفروع بتاعته. فايف روسترز ده اصلا براند اسكندراني، فجاي فتح في القاهره بقاله حوالي سنتين. ده كده شكل الدينر بوكس. ده هنا البوكس اللي فيه القطع. احنا طلبنا ايه الوجبه اللي هي بتبقى 3 قطع، بيجي معاها عيش، وبيجي معاها طبعا الكفر ده. وده تعال نشوف ده ايه، كنت عامل اضافه حاجه بيجي معاها كمان كول سلو كده بالشكل ده، حجمه حلو جدا. ده حوالي 100 جرام كول سلو مثلا. وطبعا انا طلبت عصير، فايه جابوا العصير ده. بص بقى، 5 روسترز ب 265 جنيه الوجبه دي كده كلها. بيطلع معاها كمان واحد كاتشب. الوجبه دي سعرها 265، فتعالوا كده نستكشفها. ده بيجي معاها كمان فرايز، بس هي ايه متبهدله قوي. احنا ممكن احاول افتح ده اكتر بحيث ان يبان لكم كل ايه محتوياته. ممكن نفتحه كده مثلا، نفرده. ده كده شكل الفرايز، وده حجم القطعه. حاجه بقى انا لاحظتها دلوقتي، ان العيش هينتهي النهارده غالبا. العيش ده بيتعمل يوم بيوم لان هو صالح جدا. ده كده شكل القطع دي كده. اول قطعه احنا طلبناه طبعا سبايسي، وده كده حجم ايه الصدر. هو بيبقى صدر وفخذ وجناح. ده كده شكل الصدر، شايف حجمه يعني حلو معقول. وده كده ايه الجناح كبير قوي، تحس ان الفرخه وزنها 2 كيلو مثلا. والجناح طبعا بيبقى مع ايه قطعه من الصدر كده، اللي هي القطعه دي. بعد كده نبدا اول حاجه بالصدر. طلبناه سبايسي، فتعالوا كده نشوف. مش عارف في تتبيله ولا ايه. الفراخ عامله كده ليه؟ فايف روسترز ده عاوز بطلب من عنده. عمر الفراخ طلعت كده. الفراخ دي ذات نفسها كان فيها كدمات قبل ما تستوي، عشان كده طلعت بالشكل النهائي بالشكل ده. بس انا الصراحه يعني انا عمري ما طلبتها وجت كده. ده كده تاني واحده، ده الفرخ. تعالوا كده نفتح الفرخ. شكله نضيف. انا حاسس برضو اللحم اللي فيه وردي قوي. انا عايز اطلع لكم مثلا ايه. ده كده شكل القطعه اللي هي اللي في الفرخ. بصوا عامه احنا اتواصلنا مع المطعم، فبنتواصل معاهم دلوقتي بقى بخصوص المشكله دي. فهنشوف هنوصل ليه وهقول لكم عليه في اخر الفيديو، او لو حل المشكله دلوقتي هقول لكم اللي حصل. ده كده شكل الفراخ السبايسي، بس انا حاسس لونها وردي سن، مش عارف اللون ده ناتج عن ايه. الفراخ تتبيلتها حلوه والسبايسي بتاعها حلو. تعالوا بقى كده، ده شكل ايه الفرايز الصراحه لونها جولد قوي، بس معلهاش ولا ملح ولا توابل. فدي حاجه ممكن تخليني ما اكلش بطاطس اصلا. ايه المتعه ان انت تاكل بطاطس من غير ملح وتوابل دي؟ ما ممكن ايه تحط عليها كاتشب. افتح ايه الكاتشب. هي كانت عايزه صوص طبعا غير الكاتشب ده انا حاسه ايه قديم قوي قدم قوي، فاهمين يعني؟ بقى في صوصات مثلا ممكن تطلع مع الاكل هيبقى حلو. بص بقى، انا متقبل خالص الغلطه دي بسبب ان انا جربت المكان ده اكتر من مره وما طلعش كده، فانا يعني عذرهم. ده كده شكل الجناح، فانا عذرهم. فان شاء الله تبقى ايه مشكله ما كنتش طلعت لحد تاني غير يعني. ده كده شكل اللحم من جوه. البوس مستوي كويس وحلو، والعظمه كمان نضيفه. فهي غالبا الغلطه في الصدر، مع ان الصدر ده المفروض الحاجه الوحيده اللي ما بيبقاش فيه غلطات. تعالي نجرب الكول سلو. الكول سلو ما فيهوش جزر، عباره عن كرومب بس. ده فيه جزر بنسبه ضئيله جدا. ده كده شكله هو حلو، بس حاسس الدريسنج بتاعه ممرره، يعني في حاجه ممرراه. هنا بقى كمان المكونات بتاعته والصلاحيه بتاعته 3 ايام من تاريخ تصنيعه. فانا بقى مش عارف الصراحه تاريخ تصنيعه مكتوب فين، بس هو يعني هو مش بايظ، فاهمين؟ تعالى ندخل بقى على العيش. سامع الصوت؟ العيش سفنج قوي والعيش فريش قوي يعني. لا العيش صابح جدا يعني. طبعا الوجبه دي ب 265. احنا بقى عقبال ما يحلوا لنا مشكلتنا نجرب بقيه المطاعم اللي احنا جايبينها ونشوف برضو ربنا يستر وتطلع تمام يعني، ما يطلعش فيها مشاكل زي كده. تعالوا كده ندخل على تاني مطعم ونشوف برضو المشكله دي ايه اللي هيحصل فيها. تاني مكان وهو الناس كلها بتحبه يعني يعتبر، وهو البركه برضو جاي من اسكندريه. انا مش فاهم ايه حوار اسكندريه دلوقتي. اسكندريه كلها بقت في القاهره يا جماعه. في ايه كل الشنطه دي؟ تعالوا كده نشوف محتوياته واقول لكم على سعره. ده فيه توميه، فيه 2 كاتشب. شوف ايه تاني. دي بقى الوجبه
بصوا بقى احنا طلبنا وجبه ربع صدر حار اللي هي السبايسي بسعر 210 جنيه بالتوصيل، يعني الوجبه دي تقريبا سعرها 170 من غير التوصيل. التوميه دي معموله النهارده بتاريخ 2/7، وده كده حجمها، يعني انا شايف حجمها ده حوالي 50 جرام. جاي معايا بقى طبعا 2 كاتشب كده بالشكل ده برده عليه البركه، والعيش ده كده شكل العيش. هطلعه وريهولكوا، استنى اطلعه وريهولكوا. ايه ده صغير عيش قوي، العيش ما كانش كده. ده كده شكل لقمه العيش، هي نفس لقمه العيش العاديه اللي موجوده في الفرن بتاعت فايف روستر. وده كده شكل الوجبه. تعالوا نفتح ونشوف. بص بقى ده كده شكل الوجبه من البركه. طبعا السبايسي بيبقى لونها احمر وعليها فلفل كده، العاديه بيبقى لونها اورنج. احنا طلبناها صدر، بيبقى عباره عن صدر كده بالشكل ده، وبيبقى عليه توابل. جديد برده موضوع التوابل ده، اللي بياكل على طول من البركه عارف ان اي فراخ بيطلع عندهم بيبقى عليها توابل بطاطس دي. وده بقى شكل الجناح، جناح كبير بس تقريبا ما فيهوش قطعه لحم. البطاطس بقى معلهاش بطاطس. ده حجم الصدر من البركه، تفتح كده التتبيله واصله لحد جوه. بص انا على طول بجرب من البركه بس مش السبايسي، بجرب العادي، فقلت اجرب السبايسي عشان بحس ان السبايسي بيبقى فيه تتبيله اكتر واقوى. انا اول مره اجرب البركه ويبقى مفيش طعم تتبيله، مفيش طعم تتبيله نهائي، مع ان التتبيله هي بس مفيش طعم تتبيله، مفيش نهائي. الطعم اللي واضح طعم الجنزبيل اللي في التتبيله. ممكن اجرب اخد حته ثانيه مثلا، ناخد حته اللي في قلب التتبيله دي. مفيش تتبيله، ايوه غريبه. ممكن يكون سبايسي كده، على كده اطلب اوريجينال على طول لو سبايسي كده. هنجربها بالتوميه. التوميه كانت مشكلتي معاها على طول ان هي خفيفه، فتعالوا نشوف عدلوها ولا لا. تمام. البطاطس برده ده كده شكلها بس نضيفه قوي الصراحه، الزيت نضيف، بس التوابل بتاعتها ما جاتش يعني، عشان هو بيرش توابل اصلا على البطاطس والفراخ مره واحده. تعالى نعمل لقمه، نعمل الرغيف ده العيش صابح. مش كان حاسس الصدر ما طلعتش منه حاجه، يعني حاسس الصدر فيه لحم قليل. نحط كده ايه، حاسس ان كده انا خلصت الصدر، انا كده طلعت كل اللحمه اللي في الصدر اللي هي يا دوب عملت رغيف. وكل ده بريدنج، كل دي طبقه اللي هي الجلد اللي هي معموله بالبريدنج دي. ده ساندوتش ايه المثالي اللي انا بعمله من البركه على طول. احط عليه بطاطس وتوميه، بس هي التوميه برده لسه خفيفه زي ما هي. تقفل الساندوتش على كده. طبعا البركه كبراند فهو بيزك جدا، براند هادي جدا. على طول بجربه الصراحه كان بيبقى جامد، يعني المره دي يعتبر اقل مره جربته فيها ما عجبنيش، بس على طول بجربه بيبقى حلو، فاهمين؟ فانا مش عارف المره دي، ده حتى يوم التصوير حتى المفروض يطلع حلو، لا طلع مش اقوى حاجه. تعالوا كده بقى نروح لثالث مكان. لحد دلوقتي البراندين اللي احنا جربناهم دول من اسكندريه، فاحنا بقى نشوف بقى براندات تانية. مش عايزين بقى من اسكندريه، كفايه من اسكندريه بقى عايزين بقى نجرب براندات من القاهره بقى عشان احنا في القاهره. احنا بقى ماشيين طبعا بترتيب اللي جه. البركه جه في حوالي 20 دقيقه، انما اول مكان جه في 10 دقائق، فاحنا ايه ماشيين بقى بالترتيب كده ايه. ونخش بقى دلوقتي على المكان اللي احنا داخلين عليه. بقى له قاعد 30 دقيقه، مع ان البروست اصلا الستاندر بتاعه مثلا بيقعد من 10 دقايق لربع ساعه، ده في الزيت بس. فطبعا الاوردرات دي بتبقى جاهزه مش بتتعمل في ساعتها، لان هو بتتعمل في ساعتها فهي ربع ساعه قبل ما تتجهز اصلا. حاجه بس يا جماعه عشان تبقوا عارفينها ونبقوا متفقين عليها، ان اي مقارنه انا هعملها على القناه دي فهي مش هتبقى اعلان تماما لاي مكان من الاماكن، لان طبعا مش هينفع اقول على مكان وحش على حس مكان حلو. اي مقارنه احنا عاملينها فهي مش اعلان اصلا. بس تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. تالت مكان بقى هو بازوكا بسعر 195. طبعا بازوكا انا مش بحبه حرفيا لا مش بحب اكل من عنده، ما بحبش الفراخ بتاعته، بحسها كده فراخ مسلوقه يعني. ما فيش مره جربته وعجبني. وكان كمان ايه بقى اللي هي تجربه معاه سيئه جدا من اول ما فتح. جربت من عنده الجار، كان بقى ترند، كان هو حرفيا كان لعيب في موضوع الترند ده بالذات في الفرايد تشيكن. كان هو مكسر الدنيا في الفرايد تشيكن اول ما فتح. فكان بقى عامل جارات جبنه اللي هي جارات الشيدر بقى وكان عامل بركان وكان عامل حاجات زي كده. فرحت جربت من عنده الجار بقى، كان جار كده كوبايه كبيره. الجار الكبير ده كان غالي برده ساعتها، مش عارف كان ب 80 جنيه حاجه زي كده. فجبته حرفيا المفروض ان هو شيدر، هو مفيش طعم شيدر ابدا، هو طعم زبده ومتخففه بلبن. فندخل في الموضوع بقى. تعالوا كده بقى ندخل ايه في الموضوع ده. كده شكل الدنر بوكس انا حاسس كلهم نفس الفكر الا البركه يعني مختلف، نفس المحتويات بالملي يعني. هو حرفيا انت حاسس ان الباكجنج بس هو ايه هو المختلف. طبعا بسعر 195. فتعالوا نشوف بقى جاي مع ايه. العيش هنا مختلف شويه. العيش هنا تاريخ 2/7 الانتهاء عشان اخرها همزه. اول واحده الانتاج ما فيه همزه في الاخر. تعالوا كده نشوف العيش. اوه العيش جامد قوي. العيش فيه زبده، تحس كده ان هو قريب قوي لعيش ريتش باك. الوش ده معمول بصفار بيض عشان كده بيلمع بالشكل ده. برده جاي معاه واحد كول سلو برده، ده حوالي 100 جرام او اكتر كمان من 100 جرام. ده كده شكل الثلاث قطع، بيبقى دبوس كده بالشكل ده، دبوس كبير، ودي قطعه صدر ودي قطعه فخ. بس في زيت كتير قوي، شايف الزيت هنا ومش طالع معاه بطاطس. بص ده كده شكل دبوس عملاق بس فراخ مزيته. تعالوا نجرب. طبعا طلبناه سبايسي. ده كده شكل الفراخ من جوه، مش عارف هستعمل غريب، تحس الدبوس مش انضف حاجه من جوه. هنجرب الصدر. ده كده حجم الصدر. اوه ده غرقان زيت. هو ده الفخذ مش الصدر، غرقان زيت. فراخ مسلوقه حرفيا. احس الفراخ معمول منها شوربه وبعد كده اتعمل لها بريدنج. ده الصدر. ايه ده؟ لا في زيت كتير قوي. بص ده اصلا. تعالوا كده نجرب ايه الكول سلو. ده كده شكله برده نسبه الجزر اللي فيه قليله جدا، حاسه كريمي قوي، حلو قوي الكول سلو بتاعه.
بالنسبه لي بازوكا يعني حاسه ايه خارج المستوى شويه، مش عارف الصراحه، لسه هنجرب برضو بقيه الاماكن اللي جايه دي. رابع مكان بقى وهو كانساس. ده في حاجات تانية جايه مع كانساس. ايه ده جاي معاه كمان كول سلو. هي ايه حوار العلبه ده هي نفس العلبه مع الثلاث براندات. ايه يا جماعه في ايه؟ وثلاثه كاتشب، ده بيعلي عليهم في الكاتشب. وجاي معاه واحده كولا. ده حجم الكولا كبيره دي 500 مللي. تعال نفتح الوجبه دي، سعرها 235 جنيه من كانساس. متدبسه جامد، مع ان الدبوس ده مش صحي في المطاعم، عشان لو الدبوس ده ممكن يقع في الاكل وانت ما تاخدش بالك فتاكله ويسبب لك يعني كوارث بعد كده. عيش ريتش باك اللي هو العيش الوجبات الصغنطون ده، والوجبه بس يعني نفس العلبه دي اتحلبت قدام البوكس ده. الصراحه البوكس عاجبني، يعني البوكس الديزاين الاصفر بتاعه ده جامد. ده جاي فرايز بس غامقه قوي، ده غالبا الزيت غامق، الفرايز كرينكل كده. بص بقى كده، ده شكل القطعه، ده شكل ايه الفخذ، وده شكل الدبوس. شكله مش لطيف خالص يعني، باين عليه الزيت مش نضيف وباين عليه شايف زيت جامد. دي صدر، دي قطعه صدر دي. تعالوا نبدا بالدبوسه. ده كده شكل الدبوسه، ده وزن فرخه حوالي 1.5 كيلو. بسم الله. اهم حاجه نضافه الفراخ والتتبيله. التتبيله ضعيفه جدا. تعالوا نجرب الفراخ. سبايسي قوي الصراحه. ده شكل الصدر، تتبيله واصله لحد جوه. سبايسي يعني. فراخ نضيفه، في ريحه جنزبيل كده جايه من بعيد برضه. تعالوا نجرب الصدر. ولا ده فخد ده ولا مش فاهم حاجه. ده فخد. ده شكله ونضافته من جوه، شايفه حلو بس مزيته قوي، زيت مش انضف حاجه، فاهمين؟ ده كده شكل العيش. تعالوا نجرب كده ايه البطاطس. بتبقى باكت كده صغنطوم بالشكل ده. ده شكل البطاطس الكرينكل. طبعا توابل بطاطس معدومه يعني. بسم الله. عجيب. بس الزيت ده فيه حاجه، طعم الزيت اللي هو تحسه متهالك. ده شكل الكولسلو. هنمشيها ان ايه، ان كلهم كولسلو واحد. برضو نسبه الجزر قليله، مش بابايظ. الكولسلو ده مقطع حاجه ايه نرطب بيها كده. تعالوا ندخل بقى على خامس مكان والاخير، وده اخر مكان وصل. المكان ده وصل في حوالي 40 دقيقه. اخر مكان برضو وصل من 45 ل 50 دقيقه. فتعالوا كده نجربه. اخر مكان اللي هو الخامس والاخير وهو دودز. طبعا دودز انت ممكن في منكم كتير ما يعرفوش. تعالوا كده نشوف جبنا ايه. البوكس المعتاد، بس ده ايه، ده تحسه ارتفاعه اعلى شويه. وجاي معاه عيش نفس نوع العيش بتاع ريتش باك، وجاي معايا عصير. انا مش عارف العصير ده جاي معايا ولا انا اعمله اضافه. وجاي معاه كولسلو في علبه زبادي، واثنين كاتشب من شركه ديكسي ميلز كفر فيه شوك. ده دودز. نفتح بقى كده دودز. يا نهار ابيض، ايه اللون ده؟ ده شكل القطع، 3 قطع فرايز جايه في الباكت ده طبعا، ومتبهدله قوي فيها زيت كتير. البوكس ده عباره عن زيت، يعني البوكس ده يتفتح بقى كده. البوكس ده بعكس البوكسات التانيين فهو من هنا مشرشر عشان يتفتح. بص بقى دودز ده اغلى مكان بسعر 280 جنيه. عباره عن قطعه كده بالشكل ده، وقطعه مش عارف دي كيله دي ولا ايه، هنستكشف دلوقتي. وده دبوس، كل دي قطعه بريدنج. ده كده شكل الدبوس. حاسه مش عارف مش نضيف قوي وبريدنج فيه كتير. بص دي طاول بريدنج شلناها، احس في زيت كتير بينزل. ده كده شكل العظم بتاع الدبوس. هي التتبيله الصراحه باينه قوي بس هي مالحه سنه. طبعا الفرايز ما عليهاش توابل. مش فاهم ايه لازمه فرايز ما عليهاش توابل. مفيش كائن بشري بياكل بالفرايز من غير توابل، بيبقى ملهاش طعم اصلا، ومن غير ملح كمان. طعمها وحش قوي، طعمها كارف، تحس مثلا مقليه في زيت سمك، فاهم؟ طعمها غريب. بصوا المنظر عامل ازاي. هو فين اللحم؟ نجرب نشيل البريدنج مثلا من مطاعم الفرايد تشيكن. بص كده احنا شلنا البريدنج. هي دي القطعه اللي كان معمول عليها هيلمان. نشيل برضو البريدنج من هنا. القطعه دي كده شكلها مش عارف، طعمه غريب. احنا طبعا طالبينه سبايسي، هو في سنه سبايسي بس كان من بعيد. دي غالبا كيله. ده كده شكلها. هو شغال يعني بس مش الواو، ما يستاهلش السعر اللي هو جاي بيه. تقريبا على 100 كيلو كولسلو بيحطوا جزرايه. ده شكل الكولسلو في علبه الزبادي دي. الكولسلو هنا حاسه خفيف، حاسه كده خفيف. تعال نجرب. خفيف قوي، الدريسنج بتاعه خفيف قوي مش كريمي، وفي مراره جامده قوي. مش عارف المراره دي بتيجي ان هي تنجع عن حاجه هما بيحطوها في الكولسلو. في حاجه في الدريسنج هو ده اللي بيخلي المراره دي تعمل يعني. ده العيش طبعا تاريخ انتهاء برده يوم 3. عيش حلو. وجاي مع ايه العصير ده بسعر الوجبه دي 280 جنيه. يعني ده اغلى مكان، وحاسه برده المكان عادي، فاهمين؟ مش اوفر يعني. هو ممكن يكون غالي بسبب العصير اللي طلعه. طبعا ارخص مكان هو بازوكا، وبعديه البركه برده سعره حلو. وبس كده يا جماعه، ده كان الجزء الاول من مقارنه المطاعم البروست عشان نشوف ايه احسن مكان فيهم. بص انا بالنسبه لي احسن مطعم في ال5 اماكن دول اللي تتبيلته حلوه وهو فايف روسترز. بغض النظر عن المشكله اللي حصلت، التتبيله بتاعته حلوه جدا والسبايس بتاعه معقول، تحسه كده عامل بالانس بين الاثنين فطعمه جامد. ممكن ورا برده فايف روسترز مثلا ممكن نقول
بالبركه، بس لو تطلبوا من بركه ما تطلبوش سبايسي، عشان انا السبايسي الصراحه ما عجبنيش، بيعجبني الاوريجينال. مع ان سيف بيقول بيجرب السبايسي على طول بيطلع حلو. تقولوا لي بقى كمان في الكومنتس اماكن تانية نجرب منها الفرايد تشيكن انتوا بتاكلوا منها وبتحبوها وواثقين فيها، عشان نطلع نبينها يعني، واللي ما يعرفش يعرفها وهكذا يعني. ومشكله فايف روسترز انا لسه بتواصل معاهم وبشوف هنوصل لحل ايه، بس نشوف بقى هنوصل لاخر حاجه لايه يعني معاهم. وبس كده يا جماعه، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناه، ما تنسوش بقى تتفرجوا على واحد من الفيديوهات اللي ظهر لكم هنا. فيديو من هنا هيبقى على قناه المقارنات، وفيديو تاني ده على قناه جوالات ده، يعني لو حابين تتفرجوا عليه. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.